اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. ازيكم يا احسن متابعين في الدنيا، عاملين ايه؟ النهارده بقى معانا صدر فرخه، وهنعمل بيه كميه يعني هنعمل بيه غدا جميل جدا جدا جدا، وهنطلع منه كده كميه مش قادره اقول لكم. الصدر الفرخه دوت يعني اقول لكم كان سحر، طلعنا منه غدا جميل جدا. كم فرد؟ والله كنا كتير، والله كنا كتير. يعني تخيلي انا وعيالي وجالنا ناس كمان اتغدوا معانا، شوفوا كفانا كلنا وفاض والله. تعالوا نشوف دلوقتي هنعمل بصدر الفرخه دوت ايه. دلوقتي انا بمسكه وبخليه كده زي ما انتم شايفين، وقطعته كده. يعني تقطعي بقى اي حاجه، اي حاجه، يعني اي حاجه تحبي ان انت تقطع قطعيها، مش مهم ان انت تعملي ايه. المهم دلوقتي انا معايا الكبه بتاعتي، ومسكت كده 5 بصلات وقرنين فلفل اخضر وفصين توم، ورحت نازله في الكبه بتاعتي. كنت في المرحله ديت نقعت الفراخ في معلقه طحينه ومعلقه ملح وليمونه، ماشي. ومعايا دلوقتي كوبايه برغل كده نقعتها، ورحت فرمت البصل على الفراخ على القرنين الفلفل، وجيت وحطيت البرغل عليها كده يا جماعه. ورحت جايه بقى ايه، جايبه البهارات بتاعتي الجميله. بهارات عباره عن ايه؟ ديت بهارات فراخ وفلفل اسمر وقرفه ولوري وحبهان مطحون. ورحت نازله بيهم كده ايه بقى، ونزلت عليهم كده هتتك كده وايه، وتدنك بقى ايه تدعكي فيهم كده. طيب، ورحت جايبه معلقتين نشا وكيس فيجيتار. بس معلش الحته دي ما جاتش والله، بس انا حطيت كيس فيجيتار او معلقتين كبار من الفيجيتار ومعلقتين نشا، ورحت نازله بيهم كده زي ما انتم شايفين كده اهوت. ورحت ايه نازله بيهم كده اهوت، ركنتهم بالظبط 10 دقايق بعد الدعك فيهم كده اهوت. وبعد ما انا ايه بقى نزلت عليهم كده، صراحه يعني هرست فيهم كتير. رحت جايه دلوقتي ركنتهم كده 10 دقايق، ورحت راحه جايبه بقى طاسه حطيتها على البوتاجاز. وتعالوا نشوف دلوقتي بقى عملت ايه. مسكتها كده زي البرجر كده، ورحت جايه بقى ايه عاملاها كده. عايزه تعمليها زي الكفته اعمليها. اهم حاجه ان لحمه الفراخ بتاعتنا ما بتفكش، مش بتفك خالص، مهما تزودي فيها السوائل ومهما تزودي فيها الحاجات اللي انت بتحطيها عليها، زودي زي ما انت عايزه. لحمه الفراخ ما بتفكش في الطاسه معاكي خالص، وبتطلعي الزيت نضيف زي ما هو. يعني الزيت بيطلع معاكي نضيف زي ما هو. مش قادره اقول لكم طلعت لي كميه عامله ازاي، كميه خطيره والله يا جماعه. وبصي تعمليها كفته، تعمليها برجر، تعمليها زي ما تعمليها، تعمليها كفته مدوره، تعمليها كفته صوابع، مش مهم. بس اهم حاجه هي ما بتفكش منك، كتري السوائل فيها ما بتفكش من غير اللحمه بتاعتنا. لما بنحط فيها اي حاجه بتروح فكه. تعالوا بقى نشوف الكميه اللي طلعتها النهارده، وتعالوا نشوف الغدا بتاعنا الجميل النهارده. شايفين كده طلعت معايا كميه قد ايه؟ والله يا جماعه كميه خطيره خطيره خطيره، وكان طعمها جنان. بصوا مش قادره اقول لكم، البرغل غير الفول الصويا. البرغل دوت جميل جدا وطعمه جنان. وما تخافيش عليه، يعني اكلي لي عيالك زي ما انت عايزه، ما تقلقيش ان كانوا بنات ولا صبيان، انتوا طبعا فاهميني. ودول دلوقتي شايفين الكميه اللي طلعت. ويا رب الفيديو يكون عجبكم.